اقوله بس حضرتك طبعا صيغته بطريقه اعلاميه. لا النقطه الثانيه بقى، فانا دلوقتي انا دلوقتي في فطور، عندي فطور دلوقتي، اعمل ايه؟ انا عندي حاجه اسمها بناء النفس. النفس دي لازم تتبني زي ما انا ببني البيت. هو احنا لما نيجي نبني حيطه مثلا بنروح جايبين حيطه نوقفها، ولا بنقعد نحط قالب فوق قالب وقالب فوق قالب وقالب فوق قالب؟ فهذا هو بناء النفس. فاللي يا جماعه اللي عنده فطور يبدا يعمل الاتي: يمسك في 10 دقائق في اليوم، يختار 10 دقائق على مزاجه، ويمسك في ال10 دقائق دول يروح قاعد كده يقعد يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويفضل ماشي في هذا الاستغفار الفتره دي. دي كده بدايه اول لبنه احنا بنحطها في الايه في النفس، عشان النفس تبدا تنتبه ان في خير، ان في كذا، ان في كذا، ان في كذا، وتبدا العمليه تمام. لما انا اعمل ال10 دقائق دول، بعد شويه هيبقوا ثلث ساعه، بعد شويه هلاقي نفسي بقى انا هميت بالصلاه، بعدين هميت بالعباده، زي اللياقه بقى، جالي فتنس بس في العباده بقى. تمام، مش كده؟ بس في نفس الوقت ما اروحش واخد زي الجماعه اللي بياخدوا حقن وحاجات عشان تتخنهم. ايوه، اروح جاي بقى عامل ايه؟ اروح جاي في مره قاري القران كله في مره، مش هينفع. واجي بعدها اهنج بقى وهنج وضيع. لا، لازم اخد خطوه بخطوه. دي نمره 1. نمره 2، ما ادخلش حاجه تعطلني، اللي هي النظرات، اللي هو الغيبه، وخساره بتضيع الثواب، ضاع الثواب. وبعدين بتساعدني على الفطور. فيا جماعه اول حاجه تعملوها ان انتوا تبداوا تبنوا نفسيكم. اختاروا وقت معين، 5 دقائق 10 دقائق كل يوم، كونوا في الذكر، كونوا في الدعاء في هذا التوقيت. بعد كده زودوا ال10 دقائق دول. بعد كده لما يجي الوقت اول ما يدن اقوم اصلي على طول. لو حاجه بتمنعني اقاوم واشوف مين اللي هينتصر، الشيطان بقى ولا القرين، زي ما محمد كان بيقول في الفاصل، القرين اللي هينتصر عليا ولا لا؟ اقول لحضرتك انا لسه عاجبني قوي الكلام ولسه عايز اكمل معاه، بس معايا اتصال الحقيقه بقاله شويه. اتفضل استاذ محمود، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اخرناك معلش. لا ولا يهمك. بعد اذنك بس حبيت اسال فضيله الشيخ سؤال. لانه انا متجوز من 17 سنه ما شاء الله، فربنا يعني رزقني الحمد لله ب7 اطفال، 5 اولاد وبنتين. جميل. فمن حوالي 5 سنين زي ما تقول يعني مراتي من نوع النحيف شوي. فحاولت اني انظم بقصد انه يعني هي يعني يكون تزيد شويه وبتاع، وصحتها هي الحمد لله ما فيهاش ولا شيء. معايا حضرتك؟ معاك، اتفضل. فيعني زي ما تقول مرت ال5 سنين وجسمها كويس، يعني زي ما هو ما فيش زياده حصلت، بس صحتها كويسه الحمد لله. الحمد لله. فحسيت يعني موضوع التنظيم ديتي بدات انا من الداخل اني اتاذى، يعني مش عارف هل اللي انا ماشي فيه ده صح ولا غلط. فانا كان قصدي كله انه بس عشان صحتها يعني تزيد شويه. يعني عندها كم سنه؟ هو بيقول لك انت عندها كم سنه المدام يا استاذ محمود؟ عندها 35. 35. حاضر، اشكرك. شكرا. يعني يفهمني يعني هل انا يعني صح ولا يعني انت مش مع موضوع بقى التنظيم اللي عمالين يقولوا عليه دوت؟ لا انا مش، انا الحمد لله يعني مقتدر وشغال وبسافر بره وبشتغل الحمد لله، يعني العمليه ميسوره. ربنا يديك الصحه والعافيه. خلاص، حاضر يا استاذ محمود، حاضر. اشكرك شكرا جزيلا. انت لما سالت السؤال انت يعني سنه دلوقتي سن المدام، فكرتني ان حضرتك سالت من شويه الاستاذ صابر تقريبا ولا على سنه كام؟ ليه بقى كنت ليه بقى 40 سنه؟ يعني هو في سن الشباب وفي مرحله انتقاليه من عقد الى عقد، واحنا بين لما نطلع من 30 ل 40 وبنطلع من 40 ل 50 ومن 50 ل 60 ومن 60 ل 70 بيبقى في حاجه في النفس كده، النفس بتبدا تتقور على الانسان وتقوى عليه. فهنا في الفتره دي في ال40 ده فتره عنفوان النفس. فانا كنت عايز اقول له لا، انت بيقول عليها النضج، يعني النضج في مش وبلغ 40 سنه وبلغ اشده، قال ربي اوزعني اشكر نعمتك التي انعمت علي. طبيعه النفس نفسها لما بتنتقل كل ما يعدي 10 سنين النفس نفسها بتتكور جامد على الانسان، فبتبقى قويه على الانسان. فمطلوب منك في التوقيت ده انك انت تبقى اكثر التزاما. وبعدين هو ما عندوش 60 سنه هقول له ده انت قربت على القبر ولا ما قربتش والكلام ده كله، وما عندوش 60 سنه عشان اقول له انت ضعفان وتعبان فانت عندك اعمل نص كذا واعمل كذا وصلي وانت قاعد وصلي وانت واقف. لا، ده انت يعني واحد مش تلتمس له العذر. لا، ما فيش اعذار. انت في ريعان الشباب والنفس قويه عندك، فمطلوب منك انك انت تبنيها صح. ادي المقصد بتاعي. وده هقول لك عشان حاجه ثانيه لما يجي جواب كويس، ما احنا خدنا معلومه جديده. تمام. طيب انا قبل ما نخش في سؤال استاذ محمود، احنا لسه في الاستاذ صابر والاستاذه منى. تمام. في قضيه الفطور بالتاء. قضيه انه حضرتك قلت ان انا اشحن كويس، اشحن مظبوط عشان الاقي النتيجه كويس. اللي انا لخصت كلام حضرتك فيه. تمام مظبوط. طب ده انا لو انا القصور من عندنا، حضرتك قلت ان من ضمن مكونات كل الناس قالوا يعني ان في قرين. خلاص ما فيش خلاف ان في قرين، مش كده؟ والنبي قال كان عندي قرين وربنا عني عليه. افرض ان انا قريني هو اللي بيشدني برضه زي النفس الاماره بالسوء بقى. تمام. اللي حته ان انا ما اصليش او ما اصليش في الميعاد او تمام. انا عندي القرين ده 2 مش 1. عندي قرين من الجن وقرين من الملائكه. وكل الله لكل امرئ قرين من الجن ونظيره من الملائكه.
فزي ما الانسان عنده قرين من الجن، قرين من الجن يقول ايه؟ قال ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، اللي هو قرين الملائكه، ربنا ما طغطوش ولا حاجه، هو اللي عمل، هو اللي سوى. قرين الجن بقى يقول له بقى ايه؟ هذا ما لدي عتيد، ده انا مسكته وكتفته وعملت فيه كذا وكذا. قرين الجن قصاد منه قرين من الملائكة بيدافع عن الإنسان وبيقاوم هذه المسألة. أحيانا لما النفس تميل إلى الشر أكثر أو إلى الباطل أكثر يبقى معاها مساعد اللي هو قرين الإيه؟ الجن، فيقعد يضيع يقصر، يخلي الإنسان يقصر 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 إلى أن تموت نفسه. وعشان كده أنا بقول إحنا عايزين تحكي لي نقطة مهمة قوي، أنا بس الوقت قرب يخلص. لا خليها دي وقت تاني. لكن قضية فلسفية، أنا دايما أقول إن الإنسان جبلته بين الخير والشر. تمام. يعني ساعات إحنا نكره واحد يقول لك ده أعوذ بالله ده شراني يا أخي. تمام. أنا بحس إن مفيش حد شراني 100%. تمام. ولا حد خير 100%. بس في واحد بيغلب ده وواحد بيغلب ده. مظبوط. ولا أنا غلطان؟ ده الكلام ده صح كده، هو ده عين العقل في هذه المسألة. ما أنا بقول لك كل ما يبقى النفس الأمارة بالسوء، النفس اتقلبت بقت لأمارة، يجي معاها قرين الجن يبقى اتنين بيساعد ضد واحد. لو النفس راحت للخير، يجي معاها قرين من الملائكة فيقويها في الخير. يعني انت معاك دوري انا بقى اقوي حته الخير ابني بقى النفس اللي انا قلته بقى، نبني بقى. والا ما كانش ربنا حاسبنا على خطأنا برضه. انا بقول لحضرتك انا دايما في الحته الفلسفيه دي يعني اقعد افكر في كده، هو ربنا يعني احنا ما فيش احن علينا من ربنا اللي خلقنا. ما كانش عمل جنه ونار لو احنا برضه ما نستاهلش جنه ونار. لكن برضو النفس يعني بين الخير وبين الشر. فاذا قضيت ان انا اقويها واخدها ناحيه الخير، مش كده؟ مظبوط. طيب استاذ